اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل عليه يا ربنا في كل وقت وحين، صلى على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها يا كريم يا رب. تشفى كل مريض يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. شوفوا القطة يعني نايمة فين، مع إن الجو يعني النهاردة الحمد لله حلو نوعا ما. أهي القطة نايمة فين على فصول يا عيني. وبالمرة أوريكم الجنينة واللي حصل لها في الفترة اللي أنا كنت تعبانة فيها. شوف ما كنتش بقدر أنزل الجنينة، شوفوا بقت عاملة ازاي. شوفوا شجر الرمان مش عارفة الورق اصفر وبقى عامل ازاي، حتى في رمانة واحدة اهي في قلب في قلب الشجرة. اهو يكون ده هنا. شوفوا حال الجنينة. من آخر مرة عملت فيها الفيديو اللي هو بتاع البصل ما نزلتش الجنينة تاني. شوفوا بقت عاملة ازاي، حتى الجرجير عامل ازاي. هوريهولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شوفوا الجرجير بقى عامل ازاي من قلة السقية والاستعانة بيه. شوفوا القطة فين، القطة نايمة فين. الريحانة رخرة بقت عاملة ازاي، لا حول ولا قوة الا بالله. هو في كم عود ريحان اهم طالعين تحتها برضه يعني باظوا. والجرجير والزرع في الفترة اللي انا ما كنتش بنزل فيها الجنينة. هو ما فيش الا صحح وما شاء الله وماشي كويس هنا الا النخل. ما شاء الله النخل بقى عامل ازاي. هو اللي حلو يعني. نعم. لكن بقى عايزة اوريكم شفتوا اللهم صل على سيدنا محمد. الرمان، شجر الرمان عامل ازاي، ورقه اصفر خالص ازاي. مش عارفة من ايه اللي يعرف يقول لي جزاكم الله كل خير. اهو. والرمانة التانية نفس الحكاية. هل ده من قلة المية ولا ايه مش عارفة. انا هحاول دلوقتي اسقيها باذن الله، بس ربنا يقدرني واقدر اقف شوية. اللهم صل على سيدنا محمد. ورجع ادعولي بالشفاء، ربنا يشفيني ويشفي امي ويشفي كل مريض يا رب العالمين يا رب. شوف كل حاجة باظت في الجنينة. اهو. شوف هنا في زرع كتير طلع. دي الليمونة اللي انا كنت قلت لكم عليها قبل كده لسه برضو عاملة ازاي، بس طلعت افرع تانية جديدة اهي. سبحان الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيها وتطرح يا رب ويطعمنا منها ويطعم غيرنا يا رب العالمين. طلعت افرع جديدة دي شيء حلو. الحمد لله ان في حاجة عدلة في الجنين. ودي مش عارفة جوافة ولا مانجا طالعين. بس الأعشاب برضو كلها ولا الزرع اللي بيطلع مش عارفة، في زرع كتير اهو انت مش عارفة ايه ده. مم. وكمان في زرعة هيت او نبتة مش عارفة ايه ديت. اللي يعرف الله يصلح حالكم يعرفني ايه النباتات اللي طلعت الغريبة دي. رخرة اهي ولا اقلعها وارميها ولا ايه. اهي شوفوا عاملة ازاي النباتات دي. ودي هو في طالع جعديد اهوت في وسط البقدونس، بس الزرع اللي طلع اكتر مش عارفة ايه ده.
وادي ليمونة كمان صغننة اهي، شجرة ليمون صغننة، ودي اهي ابتدت تطلع فروع جديدة اهي كمان. يا رب الله يصلح حالها يا رب العالمين، يا رب يصلح حالها. هحاول دلوقتي ان انا اشيل، مش عارفة هيكون صح ولا غلط، ان انا اشيل الورق اللي هو متصاب في قلب الليمونة منها عشان ما يعديش الورق الجديد اللي طالع، بس مش عارفة دي صح ولا غلط، بس انا هعملها واتكل على الله بإذن الله. اهوت انا شلت الورق اهوت اللي بايظ في الليمون اللي هو مصاب دوت، عشان الورق الاخضر يطلع براحته. بس خلي بالكم انتوا بتشيلوه لان الليمون فيه شوك على فكرة، انا ما كنتش اعرف كده ان فيه شوك. شفت شو عملت نزل، الحمد لله. انا شلته اهوت واحاول ابعده عن الزرع علشان ربنا يصلح الحال لليمون ان شاء الله، ويطعمنا ويطعم غيرنا منه باذن الله يا رب العالمين. وشفتوا انا كنت بقول للاولاد قشر الموز انا بضربه في الخلاط وكنت بحطه للزرع، هو مفيد جدا للزرع، مفيد جدا للزرع قشر الموز. طبعا انا كنت تعبانه، فكنت بقول لهم ارموه في الجنينه، فكانوا بيرموه كده. هو برضو هيتحلل باذن الله ويبقى تربه ويفيد الزرع برضو باي طريقه باذن الله. الحاجه الحلوه ما كنت بقول لهم ايه ارموا قشر الموز، بيرموا كده. هو شوفوا جاي على البتاع الرمان عامله ازاي. على فكره الرمان ما شاء الله الله اكبر. يعني انا كنت راميه البذر ده اول ما جينا هنا من 3 سنين، يعني احنا بقالنا هنا 3 سنين بالظبط. كنت راميه البذر دوت في قلب الجنينه ما شاء الله. يعني انا عايزه اقول لكم ان الرمان شجره بتكبر بسرعه ما شاء الله الله اكبر، وبتطرح. يعني من السنه اللي فاتت كان مطلع زهر، لو فاكرين انا نزلت فيديو شورتز كان مطلع زهر كتير الرمان. يعني من تاني سنه بتطرح ما شاء الله الله اكبر. يعني ما بتستحق، يعني ما بتكلفش حاجه في زرعها. هي البذره انا رميتها وتوكلت على الله وطلعت، بس ربنا يصلح حالها يا رب، لانها شوفوا ابتدت تنشف وتصفر مش عارفه ليه. فاللي يعرف حاجه عن يعرفني، جزاكم الله كل خير يا رب العالمين. وزي ما وريتكم في اول الفيديو ان في رمانه طالعه فيها، كان في 3 رمانات ومحمد قطعهم وفاضل واحده هناك اهي، اما اقطعها بوريها لكم برضه.